السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه بيتي وبناتي. ومن جديد حضرت لكم حلوه الشباكيه، ولا هي ماشي شباكيه، هي بشنيخه ولكن نكهه الشباكيه. نتمنى ان تعجبكم وتجربوها. ندوزو دابا المقادير اللي هي بسيطه وسهله. عندي هنايا كيلو ديال الطحين، عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه ونص تاع القرفه، ومعلقه ونص غديروا ديال النافع، وشويه الملحه. انا تما درت هي معلقه حيت هي اللي كاينه، وخاص تزيدوا نتوما نص، يعني معلقه ونص قرفه، ملعقه ونص ديال النافع. عندي معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره، ولكن هذيك الزياده راه في عاده الله يسمح لينا دائما ضروري نزيد في الاخر شي حاجه. هنايا الخل عادي اللي تنشرو من الحانوت، معلقه ديال الخل، معلقه نيت. صافي غادي نخلط هاد المواد الجافه اللي شفتو راه ساهله ما فيها حتى شي حاجه، وغادي نزيد شويه. هذه هي الحاجه الوحيده اللي غاليه في هاد البشنيخه، هي الزعفران. كان توجد ديروه، ما كانش ما ديروش. انا اصلا ما لاحظتش نسمه فيها ديال الزعفران. هو هكا ملون، يعني هي في بلاصه داك الملون الغذائي اللي مبقى حتى واحد يستعملو. عندي هنايا كاس ديال الزبده دارت غير لذه، وكاس ديال الزيت. هادو انا درتهم على حسب تكون بشنيخه اقتصاديه. اللي بغى يدير زبده ديال العبار يديرها، اللي بغى يدير هذه اللي درت انا يديرها. المهم راه لا فرق. صافي البنات، هنا كيف ما شفتوا، لان الشباكيه ما تكونش صحيه اصلا، باش ما يقولش شي واحد صحيه، حيت هي اصلا تتقلى وتطفى في العسل، يعني ما كايناش فيها صحيه، هي حاجه بنينه ولا صافي. صافي البنات تنمعكوها ولا تندخلوا ليها ليدان في الطحين باش نعجنها. صافي البنات، هنايا كيف ما تشوفوا عندي ما زهر. انا درت عشوائيا، يعني انا بغيت نشوف غير بشحال غادي تعجن ليا العجينه. تعجنت ليا كيلو ديال الطحين بكاس ونص ديال الزهر وكاس ونص ديال الحليب، يعني كل وحده وشحال غادي تاخذ ليها العجينه على حسب الطحين. انا كاس ديال الحليب كيف ما تشوف انا استعملت سليم، هو اللي كان موجود. المهم هاد بشنيخه صابتها بداكشي اللي كان موجود عندي في الدار. وصراحه جات زوينه، تنصحكم انكم تجربوها. انا زدت نص كاس ديال الزهر، استعملت هاد الماركه هادي. اللي عزيز عليه الزهر ياخذ الروح ديال الزهر اللي تتباع بالعبارات، ماشي الروح اللي تتباع في الحانوت تكون واحد القريعه صغيره، لا، هذا تيتباع في واحد الترموس ديال الالومنيوم وتيبيعوه بالعبار. يعني تاخدي 5 دراهم، راه تيجي غزال وتتبقى النسمه ديالو في الحلوى. صراحه ما كانش عندي فما درتوش، هو اللي جاني ناقص في الحلوى. اما الحلوى فهي جات بنينه وهشيشه. ننصحكم انكم تجربوها وتخلوا لي في الكومونتير كي جاتكم. جات ما هشيتش بزاف لدرجه انها تتهرس في التعسل، وما قاصحاش نهائيا. انا زدت نص كاس اخر ديال الحليب باش جمعت هاد العجينه، ودابا غادي ندلكها شويه. صافي البنات، هنايا عندي معلقه ديال الخميره، هذه راه نسيت حتى ما درتهاش من الاول. نتوما ديروها من الاول. انا حتى عجنت تنعجن عاد تفكت الخميره ورجعت درتها.
صافي البنات غادي ندير الخميره ومن بعد غادي ندلكها مزيان وغادي نفرقها ولا غادي نقطع كويرات ونديرهم في البلاستيك. صافي البنات هنايا ارتاحت العجينه شويه يعني ماشي بزاف، ارتاحت العجينه. دابا نبدا نخدم بها. انا بشنيخه خدمتها بالطحين. بالنسبه لا يقولك شباكي ما تخدمش بالطحين، انا ما عنديش مشكل تنخدم الا حتى يجي الطحين تنخدم بالطحين، يعني تتسهل مأموريه. صافي درت الطحين في الطبله ودرت المدلك، غادي نطويها غير باش تجيني الفورمه ديالها زوينه مع الفورمه ديال الماكينه. علاش البنات تندير الطحين؟ باش هادوك الخيوط اللي غينزلوا من الماكينه ما يتلصقوش ليا نهائيا، باش يجوني ساهلين في الخدمه ديالهم. صافي البنات دابا غادي ندوزها في الماكينه. راه ماشي بزاف تاع الطحين، راه كيف تشوفوا راه غير شويه ديال الطحين، غير باش كي قلت لكم الخيوط منين ندوزها في الماكينه يبقاو كلشي محلولين. هما البنات كيف ما تشوفوا الخيوط خرجوا محلولين كاملين، يعني ما كاين ما تلصقوا ما والو. دابا غادي نخدمهم بسهوله وغادي يبقاو محلولين حتى طيب الحلوه ديالنا ما غاديش يلصقوا الخيوط نهائيا. صافي تناخذ هنا مسافه وتنبدا نقطع بالموس. من الاحسن انكم تطولوها شويه حيت العجينه من بعد ما تقطعها بحال تعاود تجمع. صافي البنات تنخدم بهذه الطريقه هذه كيف ما غتشوفوا. دابا غادي نجمع وغادي نحلها بحال هكا.
كيف تشوفوا غير تنجرها ونعاود نجرها باش الخيوط كلهم يكونوا محلولين بهذا الاسلوب. باش ما يجيكمش الشكل ديالها بحال تاع الشباك، كيف انا تلوي شويه كيف ما غتشوفوا، تلوي شويه من الجنب باش تجي فوق الفوق حتى هي فيها الخيوط، ما تجيش محلوله من الوسط. وغادي نبقى البنات على هاد الطريقه هادي حتى نكمل الشباك ديال الحلوه ديالي كامله، ومن بعد غادي نتلاقاو في القليان. صافي البنات، نتمنى ان الصوره تكون واضحه كيف ما تنخدمها. كما شفتوا انا تندير هكا وتنقلب من الفوق بشويه وتنجمع غير من جهه واحده، ولا بغيتو ديروا جوج جهات ديروا، ولكن تتقلبوهم من العكس، يعني داك الراس يقلب لهاد الجهه والراس اللي من هنا يقلب لهاد الجهه، تتقلبوا بالعكس. صافي البنات، هذا هو باش النيخه ديالي من بعد ما كملتها. دابا غادي ندوز نبدا نقلي. هنا الزيت ما تكوناش بزاف، لان الا كانت سخونه دغيا غتشوط لينا الحلوه وما غاديش طيب من الداخل، فغادي نقصوا العافيه، نقصوا عليها. وملي تكون العافيه قبل ما نرميو ما تكونش العافيه سخونه بزاف. صافي غادي نبدا دابا نرمي الحلوه وهي في الزيت، غادي تحل كامله، ما غاديش تحل من الجناب وانما غادي تحل من الوسط. صافي البنات، نبقى نقلبهم ملي حاس بها طابت من تحت، غادي نقلبها باش تحمر من الفوق بنفس يكون طياب بحال الفوق بحال تحت، باش تجيكم زوينه. كبروها شي شويه، ماشي بزاف، وانما هي تكون بحجم الشباكيه، ما تكونش صغيره بزاف. وكي ديما البنات ما تنساوش انكم تخلوا لي كومونتير على الوصفه الا عجبتكم، ما تنساوش انكم ديروا جيم الفيديو. كذلك الا كانت هذا اول فيديو غتشوفي قناتي، فهي قناه مختصه بالحلويات وبالطبخ بصفه عامه. نتمنى انك تزوريها، وإلا عجبتك إن شاء الله تشتركي وفعلي الجرس باش دائما توصل بجديد القناة.
صافي البنات هذا هو اللي غادي نحبس فيه القليان، وغادي نحيد الحلوه ديالي نديرها في العسل. كيف ما تشوفوا العسل تاعو درت لي فيديو ان شاء الله غادي تلقاوه في القناه، باش الفيديو ماشي درتو ديال العسل وانما الا خسر لكم العسل اشنو الحلول اللي غادي تقدروا ديروا وكيفاش يكون طاب، حيت بزاف تاع الناس ما تعرفوش العسل اللي لا طاب. ودرت ليه صورته يعني في النص تاع الطياب وفي الطياب باش تعرفوا المراحل ديالو. صافي البنات هنايا سلت الحلوى هي كيف ما تشوفوها. وهنا الرميه الثانيه رحتها. هنا البنات زينت بكاوكاو، وكيف ما تشوفوا البنات انايا قليه حمرتها وقليه درتها قبل، يعني قبل ما تكون محمره في الزيت. فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه. تنفضل هذه اللي محمره بزاف على هذه اللي باهت اللون ديالها غادي الصفوريه، وكل واحد يختار على حسب الذوق ديالو اشنو بغى. انا درت لكم القليه بجوج، وانا فضلت هذيك المحمره على الاخرى اللي باقي باهته. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالي اللي تنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، لانها اقتصاديه وسهله وناجحه 100%. اما هذا في الفيديو الاول اللي حطيت في القناه فهو كان على البسطيله واللي جات زوينه بزاف، وكذلك انكم تصاوبوا هاد الوصفه هذه وتعمروا بها البريوات ولا البسطيلات صغيورين وديروهم بمناسبه شهر رمضان وديروهم في المجمد. نقدروا ما تصاوبوش البسطيله وانما استخدموا غير الحشوه وداروا بها البريوات تاع رمضان، فتجي لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وبصحه وراحه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.